والآن دعونا نتطرق لهذا الكتاب، كتاب الجزائريون في تطوان خلال القرن الثالث عشر هجري، التاسع عشر ميلادي، لصاحبه المؤلف المغربي إدريس بوهليلة، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 24 من أكتوبر 2020 إثر إصابته بوباء كورونا. والأستاذ والدكتور إدريس بوهليلة هو رئيس شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والكتاب هو عبارة عن محاضرات جامعية اشترك فيه مع المؤلف كل من نزار التجديتي ومصطفى العمراني، حيث يتناول هذا الكتاب هجرة الجزائريين نحو المغرب وما أدخلوه من ثقافة وحرف ولغة وبعض المصطلحات اللغوية وصناعة الأسلحة والحلي وألبسة ومأكولات وانضمامهم للجيش المغربي والدفاع عنه. وبما أن الكتاب طويل حيث يروي التفاصيل بدقة عن تواجد الجزائريين واندماجهم في المجتمع المغربي، فإننا اخترنا بعض المواضيع التي تخص بحثنا في هذا الفيديو عن كيفية دخول القفطان إلى المغرب، وبالأدلة وصور من صفحات الكتاب نفسه التي لم يكن يعرفها لا من بعض الجزائريين ولا حتى المغاربة. فنبدأ من أول صورة. يقول محمد التهامي الوزاني في هذا الشأن: فأدخلوا أي الجزائريون معهم إلى تطوان العوائد التركية وكثيرا من ثقافة الجزائر وأخلاقها، فأخذ التطوانيون عنهم الحضارة التي جاءوا بها وضموها إلى الحضارة الأندلسية المغربية التي كانت موجودة بالبلد، كما أحدثوا في العربية هيئة جديدة وصبغة غير صبغتها الأصلية طبقا لما حدث في جميع البلاد العربية، كما خلطوها بشيء من الألفاظ التركية التي نقلها إليها مهاجرو الجزائر. وهذا ما ذهب إليه المؤرخ جون لوي ميج حين اعتبر أن ثقافة مدينة تطوان تكتسي صبغة خاصة يغلب عليها الطابع العثماني الجزائري الذي انعكس في مظاهر الحياة اليومية. وهذه لائحة بأهم الألفاظ والمصطلحات. إخوانجي مصطلح يطلق على المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين. أوتاق إلوتق الخيمة المخصصة لسفر السلطان. أطلس ثوب من الحرير. بارود مسحوق الرصاص. الباشا الحاكم أو رئيس والي المدينة. البشماط قطع الخبز المحمر. بنديرة علم البلد أو الراية. بدنجال أو لا دبنجال أو بادنجال نوع من الخضر يستعمل في الأكل. بقرج أو بقليج إناء الماء. بخشيش أو بقشيش هبة أو مكافأة كما تعني الرشوة. براني غريب. برشمان خيط أو شرائط من حرير أو صوف. برنامج فهرس بزاف كثير. بزطام محفظة أو كيس لوضع النقود. بسطيلة نوع من الطعام الفاخر. بقلاوة حلوى أو كعكة. بيدق قطعة من الحجر أو غير ذلك في لعبة الشطرنج. بلار نوع من الزجاج الفاخر اللامع. بنفسج نوع من الزجاج الفاخر اللامع. بستان حديقة. بوغاز قناة أو مضيق. بهلوان الشخص الذي يقوم بحركات وألعاب بهلوانية. طبسيل صحن أو طبق من خزف أو معدن. جابدور نوع من لباس الرجل. خردة النفايات والبقايا غير الصالحة. خيار نوع من الخضر يستعمل غالبا في تحضير السلطة. دباشير طباشير. دربوكة الطبل أو الدفة. درويش الإنسان المسكين اللطيف. دغري الإنسان الشريف المتعقل والعادل. شاوش العون أو الحارس. طنجرة طنجية طاوة قدر من طين أو معدن. فنار مصباح. فنجان كوب أو قدح من القهوة أو الشاي. قرش غرش جمعها غروش. النقود قشلة قصبة أو ثكنة عسكرية. كرافس نبات عطري يستعمل في الطهي. كشك كشك دكان صغير. مقراج إبريق نقرة الفضة. وفي الحياة الاجتماعية من مظاهر التأثيرات العثمانية التي كان للمهاجرين الجزائريين دور أساسي فيها التأثير في الحياة الاجتماعية بتطوان
عن طريق ترسيخ بعض العوائد في اللباس والأكل والشرب وغيرها. نذكر منها اللباس، القفطان، نوع من اللباس الفضفاض كان يرتديه الرجال. وقد وردت إشارات في الرسائل السلطانية المتبادلة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام وقائد تطوان أشعاش تدل على ارتداء التطوانيين للقفطان، منها: نأمر خديمنا القائد عبد الرحمن أشعاش أن يدفع الخيل لأهل تطوان الواردين من حضرتنا قفطانا ملف لكل واحد منهم. البدعية: تم استعمال لباس البدعية والجابدور وسراويل الملف المطرزة بالحرير على نطاق واسع بتطوان. فقد ذكر التهامي الوزاني في كتابه الزاوية شخصية محمد الصفار أحد وجهاء تطوان أنه كان يلبس بدعيتين وجابدورا وسراويل من الملف من لون واحد، وكل ذلك مطرز بالحرير الهندي، وفوق ذلك كساء بزيوي، وفي طوقه ساعة من ذهب سلسلتها من المعدن نفسه، كما تحدث عنها أحد الباحثين في تاريخ تطوان فقال: عما في الأوساط الثرية بتطوان استعمال البدعية والجابدور وسراويل الملف التي كانت مطرزة بالحرير. الجابدور قفطان من ملف ونحوه، وهو لباس تميز بالسروال والقميص الواسعين. الفرجية ثوب فضفاض كان من اختصاص العلماء. السبنية خرقة من الثوب مربعة الشكل. الشل خرقة مثل السبنية لكنها أطول. الطربوش التركي عمامة حمراء اختص بارتدائها أهل المدن والطبقة المثقفة، وغالباً ما كان يصاحب هذا الطربوش السبحة أو التسبيح. الفسطان أو الفستان نوع من اللباس الخاص بالنساء. الشنطة، حقيبة، نقرة، الفضة. الأكل: إذا كان المجتمع التطواني قد تأثر في حياته اليومية ببعض الألبسة والمصطلحات اللغوية العثمانية، فقد تأثرت المائدة التطوانية هي أيضاً بأصناف وأطباق جميلة من المأكولات والحلويات العثمانية الجزائرية. نذكر منها على سبيل المثال البسطيلة، تعد من الأطعمة الفاخرة التي تزخر بها المائدة التطوانية. بقلاوة نوع من الحلويات المعروفة بمدينة تطوان. الضلمة وهو اللحم المفتت المحشو في رؤوس الخرشوف. الملاوي نوع من الرغيف. الكفتة اللحم المطحون يشوى أو يطبخ. القهوة تعودت البيوت التطوانية على شرب القهوة المعدة بالطريقة الجزائرية، وكان الرجل التطواني يتردد على مقهى الجزائريين بساحة الوسعة لاحتساء كأس القهوة من يد قهوجي جزائري. وحاولت المرأة التطوانية إجادة صنع القهوة، فكان من عادة المرأة وإلى يومنا هذا تقديم القهوة في الصباح والمساء بطابع جزائري تطواني الملامح. يضاف إلى ذلك إدخال بعض الآلات الموسيقية إلى الفن الموسيقي التطواني، مثل الكمان أو الكمانجة، وآلة الغيطة والدربكة والطبل وغيرها. فمما ليس فيه شك أن المهاجرين الجزائريين ساهموا بنصيب وافر في الثقافة المغربية والاقتصاد والصناعة الحرفية والسياسة، ومن الأدلة على ذلك إسهاماتهم العديدة والمتواترة في مختلف الأنشطة بالبلاد. ونسوق مثالا على ذلك: شغل بعضهم مناصب سياسية سامية ومهام مخزنية خطيرة. ومن الأمثلة على ذلك تعيين شخصيات من عائلة المقري في الصدارة العظمى والمالية والباشوية في العهد الحفيظي، وتعيين محمد بن الحسن الحجوي في التدريس بجامعة القرويين وأمين ديوان وجدة.